هكلمكم النهاردة عن كتاب غير لي تفكيري عن نفسي، عن كرامتي، عن علاقتي بالناس وبالرجالة. كتاب أنوثة طاغية لهالة غبان. الكتاب ده مش كتاب تقليدي، مش بيطلب منك تكوني نسخة من أي حد. هو ببساطة بيفهمك يعني إيه تبقي أنثى، بس وإنتي مرفوعة الراس راضية عن نفسك ومش بتمثلي. يعني إيه أنوثة؟ ومين اللي قال إنها ضعف؟ الأنوثة مش لبس ولا شكل، دي طاقة وطريقة كلام وطريقة تعبير. الأنثى الحقيقية مش اللي بتقلل من نفسها عشان ترضي أي حد، لأ، هي اللي بتعرف تقول لأ بأدب وتحافظ على هدوءها. الأنوثة الطاغية مش معناها إن إحنا نغري الرجالة، معناها نكون سحر بيمشي على الأرض من غير ما نفقد قيمتنا. الأنثى التي تشبه النسمة لا يمكن أن تعيش في عاصفة اسمها رجل لا يعرف قيمتها. عارفين إيه الفرق بين الأنوثة والاسترجال؟ إن في ستات كتير لما بتتوجع أو بتتعب بتتحول لراجل في تصرفاتها، بتتكلم بخشونة، بتحاول تسيطر على العلاقة، بتفتكر إن هي كده بتحمي نفسها. لكن الكتاب بيأكد إن القوة الحقيقية في الأنوثة مش في التشبه بالرجال. الست اللي تعرف تحافظ على نعومتها وهي موجوعة، هي دي الأنثى الطاغية بجد. الأنثى التي لا تفقد أنوثتها رغم قسوة العالم هي أنثى لا تقهر. هل الأنوثة في اللبس والمكياج والدلع ولا هي حاجة أعمق من كده؟ الأنوثة مش تصرفات سطحية، دي طاقة جواكي. مش نبرة صوت ناعمة وبس، لأ، دي هدوء في الرد، ثقة في النفس، إنك تقولي لأ بطريقة شيك من غير ما تنهاري. الأنثى مش لازم تكون ضعيفة ومش لازم تكتم قوتها، بس القوة بتاعتها ناعمة ومش خشنة. في مشكلة عند كتير من الستات بيقعوا فيها إن لما الحياة بتقسو عليهم بيلبسوا درع وبيتحولوا الرجالة في ردود أفعالهم. تلاقي البنت صوتها عالي، مشاعرها مكتومة، بتشتغل وبتصرف وبتحس إنها لازم تسيطر على كل حاجة. وللأسف ده مش بيحميها، بالعكس، بيبعد عنها أقرب الناس. لازم تكوني قوية بس بطريقتك انتي مش بطريقتهم هما. أنوثتك مش مفروض تبرريها أو تشرحيها. مش لازم تعيشي دور البنت الطيبة اللي بتستحمل، لا، دي مش أنوثة على فكرة، ده استنزاف. الست اللي بتحب نفسها وبتحترمها بتفرض احترامها من غير ما تطلبه. جاذبيتك الحقيقية مش في شكلك لكن في إحساسك بنفسك. نيجي بقى لأكتر جزء شد ناس كتير في الكتاب، وهو إن الحب مش معناه إن احنا نسيب نفسنا عشان اللي قدامنا. ما تتوقعيش إنك تحبي حد وتفقدي احترامك لنفسك وتسمي دي تضحية. الست الأنوثة عندها طاغية لما تعرف تمشي من علاقة مؤذية وهي مرفوعة الراس. مش لازم تبقي بيرفكت علشان تتحبي، بس لازم تبقي واضحة مع نفسك. الأنوثة في الكتاب مش مفصولة عن العلاقة مع الله. كل ما هتقربي من ربنا هتحسي براحة داخلية وسكينة هتنعكس على طاقتك. القرب من ربنا بيرجعلك توازنك ورضاكي. أنوثتك الحقيقية هتظهر لما تكوني في سلام مع نفسك ومع ربك. طب إزاي تكوني أنثى طاغية بخطوات سهلة؟ أول حاجة، اهتمي بنفسك من غير أي إحساس بالذنب. اختاري ألفاظك، خلي كلامك فيه نعومة مش رخاوة. امشي بإحساس واسمعي صوتك وعيشي كل لحظة بوعي. خدي بالك من طاقتك وما تديش نفسك للناس اللي مش بيقدروكي. اتعلمي تقولي لأ وامشي من غير تبرير لو الوجود ده بيستهلكك. أنوثتك بتبدأ من قبولك لنفسك. واحدة من أقوى أبواب الأنوثة هي القبول. لما تبصي في المراية وتبتسمي مش عشان شكلك مثالي، لأ، عشان انتي. عشان بتحبي ضحكتك، بتحبي صوتك، طريقة كلامك، دموعك حتى لما تنزليها. لما هتكوني راضية عن نفسك هتبدأي تشاعي أنوثة من غير ما تتكلمي. الأنثى الواعية بتبقى على اتصال بجسمها مش بتحاربه. بتسمعه لما بيتعب، بتدلعه لما بيحتاج، بتمشي، بتاكل، بتنام، بتحب. بتتكلم مع ربنا كأنه أعز صديق ليها. الروح المرتاحة بتنعكس على الجسم، والجسم المرتاح بيطلع أنوثة طاغية. لو كل يوم بتدوري على إعجاب الناس عمرك ما هتحسي بأنوثتك. بس لو كل يوم بتبصي لنفسك بعين فيها حب، فيها احترام، فيها احتواء، هتلاقي نفسك ماشية والناس بتقول فيها حاجة مش مفهومة بس كذابة. عارفة ليه؟ عشان انت حبيتي نفسك، وده باين قدام الناس. أنوثتك بتخليكي تفكري بطريقة مختلفة، تشوفي التفاصيل، تحسي بالناس، تفهمي من النظرات. وكل دي أدوات قوة مش عيب. استغلي ده في شغلك، في علاقاتك، في كل خطوة في حياتك. بس افتكري إن أنوثتك مش لازم تتخلي عن نعومتها عشان تكوني ناجحة.
اهتمي بصوتك، بنبرته، بسرعته، بهدوءه. الصوت الأنثوي مش لازم يبقى مصطنع ولا دلع زايد، بس لازم يبقى صادق فيه دفء ورحمة، وخليكي بتتكلمي بحنية حتى مع نفسك. ده لوحده هيعلمك تتكلمي مع غيرك بأنوثة ومش بحدة. مفيش أنوثة حقيقية من غير هدوء داخلي. كل ما تزحمي دماغك بصراعات ومقارنات وجلد ذات، كل ما أنوثتك هتختفي. لكن لما تهدي وتقربي من ربنا وتمارسي التأمل والصلاة والامتنان، كل ده هيرجع لك نورك الطبيعي. أنوثتك مش حاجة تشتريها، مش تقليد، مش لبس، مش فلتر على صورة. أنوثتك طاقة ربنا خلقها جواكي. كل اللي عليكي تعمليه إنك تفكي القيود وتحرريها. حبي نفسك، دلعيها، سمعيها كلام حلو، وخلي كل خطوة ليكي تقول أنا أنثى وفخورة بده. أنوثتك مش مشروع لازم تتعلميه من على اليوتيوب. أنوثتك جواكي مولودة معاكي، بس يمكن محتاجة فرصة علشان تخرج. فرصة تسمحي لنفسك تكون حقيقية، تكوني ناعمة من غير ما تبقي ضعيفة، تكوني دلوعة من غير ما تبقي سطحية، تكوني قوية من غير ما تبقي قاسية. ابدأي دلوقتي ومن النهاردة. بصي لنفسك بعيون الحب، وخدي عهد على نفسك إنك تخرجي الست الجميلة اللي جواكي. وكل يوم خطوة بخطوة هتكتشفي إنك مش بس أنثى، لأ، انت عندك أنوثة طاغية. أشوفكم في الحلقة الجاية.